السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم روية للطبخ. تتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم فطيرة، في نفس الوقت هذه الفطيرة نعمروها بحشوة مالحة وحشوة حلوة. نتمنى هذه الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، ولا عجبكم المحتوى اللي تنقدم لكم اليوم فضلا منكم وليس أمرا بارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض يكون خاص بالحلويات. عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض، غنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغنضيف عليه 60 غرام ديال الزيت، وغنضيف على المكونات ديالي معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، وغنضيف معلقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه للماء انا عندي 300 غرام ديال الماء. بالنسبه لهذا الماء يكون دافي على حسب الجوله. كان بارد تدفيو الماء غير شويه ماشي بزاف، ولا كان الحال سخون تتخليو الماء عادي. بالنسبه لهاد العجينه غندلكها هنايا. بالنسبه للماء ما تضيفوش كامل، تضيفوه تدريجيا شويه بشويه وانتم تشوفوا العجينه ديالكم. بالنسبه للعجينه تجيني ثقيله شويه على العجينه ديال المسمن بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا. هنا غندهنها بشويه ديال الزيت وغنخليها ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي ما خليتهاش ارتاحت بزاف، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، لان العجينه كانت عندي مدلوكه مزيان. هنا غنقسم العجينه ديالي على 4 ديال الكويرات. هنا من بعد ما شكلت هاد 4 ديال الكويرات تيكونوا حجم واحد، هنا تندهن بشويه ديال الزيت. هنا غنغطي العجينه ديالي المره الثانيه، ما تنخلوهاش ترتاح بزاف حيت عندي العجينه انا مدلوكه، ما تاخذليش وقت. هنايا عندي 160 غرام ديال الزبده اللي غنضيف عليها معلقه كبيره ديال النشا، هي اللي غنورق بها العجينه ديالي. هنا غناخذ الكويره الاولى ديال العجينه، وهنا تنحاولوا نرققوا العجينه ديالنا مزيان حتى تكون رقيقه، راه تطلق معنا بسهوله ملي تكون العجينه مدلوكه. ولا ما كانتش العجينه عندكم مدلوكه تتخليوها ترتاح واحد المده اللي تكون مده طويله. هنا غنحاول نرقق هاد العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما طلقت العجينه ديالي ضروري تنطلقوها حتى تتبنى سطيحه العمل. هنا تجيب واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي غنوزعها فوق هذا العجين بهذا الشكل هذا. تنحاولوا نوزعوها مزيان باش تجينا العجينه ديالنا مورقه. وغنجمع العجينه ديالي بشكل ديال المسمن. تنجيبوا الطرف ديال العجينه وتنديروها في الوسط، وتنجيبوا الطرف الاخر تنديروه فوق منها بهذا الشكل هذا.
وغندهن بشويه ديال الزبده، وغنجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. غنجمع الطرف الاول وغنضيف عليه الطرف الثاني، وغنحيد العجينه ديالي جانبا، وغنجيب الكويره الثانيه ديال العجين وغنطلقها بنفس الطريقه اللي طلقت بها العجينه الاولى. هنا من بعد ما طلقت العجينه ديالي مزيان، هنا غنضيف عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي غنحاول نوزع على هاد العجين كامله. وهنا غناخذ المسمنه الاولى اللي صايبت اللي غنديرها في الوسط، وغنحاول نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، وغندهنها بشويه ديال الزبده. هنا بعد ما كملت العجينه ديالي بالتوراق غنخلي هذه جانبا. بنفس الطريقه اللي طلقت بها هذه العجينه الاولى هي اللي غنطلق بها العجينه الثانيه، ونبقى بهذه الطريقه تنكمل هذه العجينه ديالي كامله. غنورق هذه العجينه ديالي وغنضيف عليها العجينه الثانيه، وصافي. هنا تنحصل على جوج عجينات اللي تيكونوا عندي مورقين. هنا بعد ما كملت العجينه الثانيه بالتوراق تنحصل على جوج مسمنات اللي تيكونوا مرقين، تنخليهم جانبا يرتاحوا. وغندوز باش نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه غنحتاج بصله كبيره اللي مشلضها رقيقه مزيان، اللي تنضيف عليها شويه ديال الزيت وتنخليها تتشحر مزيان بهذا الشكل هذا. تنضيف عليها 6 ديال الدجاج اللي تنكون مقطعه مكعبات صغيورين، وتنضيف شويه ديال الثومه وشويه ديال الملحه، وتنخلي هاد المكونات حتى تيتقلاو مزيان. بالنسبه لهاد الحشوه تقدروا توجدوها قبل ما توجدوا العجينه، تتوجدوها هي الاولى وتتخليوها تبرد جانبا. هنا غنضيف على المكونات ديالي من بعد ما تشحروا شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الفلفله خضراء اللي مقطعه مكعبات صغار. عندي معلقه كبيره ديال الربيع. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، عندي شويه ديال البابريكا اي تحميره، وغنخلط هاد المكونات مزيان. بالنسبه للتوابل تيبقاو على حسب الذوق. هنا بعد ما طبت لي الحشوه ديالي تنخليها تبرد جانبا، وتنضيف عليها في الاخير الجبن وتنخليها تبرد جانبا. بالنسبه لتحضير العجين المورق تناخذ شويه ديال النشا اللي تنرشو بهذا الشكل هذا، وتنحاولوا نطلقوا العجينه ديالنا بالدلاك. هنا بعد ما طلقت العجين ديالي المورق تنديرو مباشره في الصفيحه اللي غندخلها للفران اللي تنفرش لها الورق ديال الطبخ. تنحاولوا هنا نطراسيو العجينه ديالنا على جوج بهذا الشكل هذا كما تشوفوا. بالنسبه للجزء الاول ديال العجينه اللي تندير فيه الحشوه المالحه بهذا الشكل هذا تنحاولوا نوزعوها مزيان. وهنا غندوز باش نحضر معكم الكريمه. بالنسبه للكريمه تقدروا توجدوها من قبل وتتخليوها تبرد جانبا. بالنسبه للكريمه هنا غنحتاج نصف لتر ديال الحليب اللي غنضيف عليه 3 المعالق كبار ديال كريم باتيسري، وغنضيف 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. بالنسبه للسكر تيبقى على حساب الذوق، وغنخلط العناصر مزيان حتى تيذوبوا معايا. هنا عندي 5 المعالق كبار ديال اللوز اللي محمر ومطحون بالقشره ديالو، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي كيس ديال السكر فاني. هنا مباشره تندير هذا الخليط ديالي فوق النار مع التحريك المستمر. غنضيف عليه كيس ديال السكر فاني ومعلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للوز تندير هو الاخير حتى تيكون هذا الخليط عقاد معايا.
هنا من بعد ما وجدت معايا الكريمه وتقالت تنطفي عليها النار مباشره، تنضيف عليها اللوز اللي محمر ومطحون بالقشره ديالو، وتنخلي هاد الكريمه تتبرد واحد شويه، وتنفرغها فوق الطرف ديال العجينه اللي بقى عندي بهذا الشكل هذا. تنحاولوا نوزعوها مزيان، وهنا غندوز باش نطلق العجينه الثانيه ديال العجين المورق اللي غنغطي به الحشوه ديالي. هنا غنحاولوا نطلقوها بالدلاك وتنرشوا عليها شويه ديال النشا. هنا من بعد ما طلقت هاد العجينه تنحاولوا مباشره تنلفوها من فوق هاد الدلاك وتنديروها مباشره فوق، تنغطيو بها هاد الحشوه اللي عندنا، وتنحاولوا ندخلوا هاد العجينه في الجوانب، تنحاولوا نسدوها مزيان بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا. تنحاولوا نضغطوا عليها في الجوانب، تنحاولوا ندخلوا ديك العجينه اللي زائده عندنا تندخلوها من التحت ديال العجين. نتمنى الطريقه تكون واضحه لكم. هنا عندي صفر ديال البيضه اللي ضفت عليه شويه ديال الحليب اللي غندهن به هاد الفطيره، وهنا تنحاولوا نقسموا العجينه ديالنا. من بعد ما دهنت بالصفر ديال البيض تنحاولوا نقسموا العجينه ديالنا على جوج بالنسبه للعجينه اللي فيها الحشوه مالحه. وهنا تنقطعهم على مستطيلات بهذا الشكل هذا، وتنعاود نقطعهم بشكل مربع. بالنسبه هنا للعجينه راه تنقطعها حتى تنوصل للاخر ديال العجينه. بالنسبه للطياب ديال هذه الفطيره، بالنسبه للفران راني مسخناه من قبل، تنخليو الفران حتى تيسخن معنا مزيان. تندخلوا اللاطه ديالنا للفران باش طيب على 100 على الحراره ديال الفران 170 درجه. تنشعلوا عليها النار من الاعلى ومن الاسفل حتى تتحمر معنا، تنخليوها طيب على خاطر باش تجي معنا مقرمشه. بالنسبه للفران العادي ديال الغاز، تندخلوا اللاطه ديالنا للفران باش طيب، تنشعلوا عليها النار غير من الاسفل حتى تتحمر معنا من الاسفل، عاد تنهبطوها باش تحمر معنا من الاعلى. هنا من بعد ما طابت الفطيره وتحمرت تجي على هذا الشكل هذا، تجي بنينه ومقرمشه. بالنسبه للطرف ديال العجينه اللي فيه الحشوه مالحه رشيت عليه شويه ديال الفرماج، والطرف الاخر ديال العجينه اللي فيه الحشوه حلوه تندهنو بشويه ديال العسل وتنرش عليه شويه ديال اللوز مهرمش. نتمنى الفطيره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الوصفه اللي قدمت لكم اليوم فضلا منكم وليس امرا بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، والى اللقاء في فيديو قادم.